العراق. أما تأثيرها في خارج العراق، الدولة العراقية ملزمة بموجب يعني اتفاقيات ومعاهدات دولية. اكو اتفاقيات دولية. لا يعني آخر شيء يابا قلت لهم اتفاقية سيداو، يابا قلت لهم اتفاقية سيداو، اتفاقية الرياض، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. لا، اتفاقية سيداو تنص على أنه هي حمت حقوق المثليين. يا عمي اتفاقية شقدها ايش كبرها بيها فقرات، روحوا اقروا الفقرات كلها شوفوها ايش مكتوب بيها. ومستمر التضليل إلى أن يمعودين. ترى هذا قضية أخطر مما نتخيل بكثير. أنا لاحظت شباب كثير ما بيعرف بعض المعاني. يعني مثلا قل له اتفاقية سيداو، بقول لك شو هي اتفاقية سيداو؟ شو المشكلة؟ بقول لك بيعرفوا له يعني هي اتفاقية القضاء بالعربي على كل أشكال التمييز ضد المرأة. حلو المعنى، حلو ترى والمعنى، لكن ما بيعرف انه ضمن بنودها مثلا توزيع الواقيات الذكريه ومنع الحمل وحبوب منع الحمل بالمدارس، من ضمن بنودها الالزاميه. ما بيعرف هذا الكلام. فمجرد حدا يقول له والله بدنا نجيب لك اتفاقيه سيداو دون تحفظ على اي بند. طبعا اتفاقيه سيداو فيها 7 أو 8 بنود كوارث، لو بدنا نفكك كل بند فيه مصيبه لحاله. ولكن عم بضرب لكم مجرد على سبيل المثال ضد الشرع هي بلا شك، لكن انا عم بحاول اوصل حتى ضمن المنطق، ضمن الادب، ضمن الاخلاق، ضمن الاسره، ضمن العاده، ضمن الثقافه، لانه ضمن الدين قولا واحدا الامر مبتوت به. يعني على سبيل المثال باتفاقيه سيداو الجنس، ممارسه الجنس ليس له سن، ما له عمر، لكن الزواج محرم ومجرم وممنوع قبل 18 سنه. بل اتفاقية سيداو تطالب الدول بعدم الاعتراف الرسمي بأي زواج تحت 18 سنة. لماذا؟ قال يعني 18 سنة بدك لسه صغيرة وبدها يعني 17 سنة بتعمل أسرة وبيت ومسؤولية وجنس، عليها مسؤولية كبيرة، يعني حرام. أما هي مع رجل واحد، أما تمارس الجنس مع 500 واحد خارج مؤسسة الزواج ما في مشكلة، ما حرام. عمليات الإجهاض بمئات الألوف تجري في الغرب، وهي أنا لا أسمي إجهاض، هو قتل الأجنة، قتل الأطفال. ما بعرف إذا شاهدتوا عملية إجهاض قبل مدة، طبيب ألقى شهادة قبل منع قانون إباحة الإجهاض في الولايات المتحدة، فأدلى بشهادة في الكونغرس الأمريكي وعرض فيديو، وأنا نزلته على قناتي وعلى صفحتي وشاهد. شيء مؤلم جدا ومرعب. ما أن يبدأ الجنين يتحرك تشعر به الأم بلبط، فتتوجه إلى العيادات. طبعا الإجهاض عندهم مقونا مسموح، فتتوجه إلى العيادة، فيبدأ بداية بإدخال ملقط ثم تقطيع الجنين، إيديه ورجليه يعني بعض المشاهد اللي قدم هذا الطبيب الجنين عم يتحرك، هذا كائن إنسان عم يقتله. هذا اسمه قتل أطفال، ما اسمه إجهاض. شوف هي من حروب المصطلحات. ثم يبدأ بتقطيعه، ثم بيجي على الراس بيهرسه، ثم بيجيب شلمون بيشفطه كلياته. شيء مرعب. أنا والله العظيم لما شاهدت المقطع يعني تألمت بشدة. بيجوا بس بيزاودوا علينا وبينظروا علينا، وإذا قضية الختان بيعملوها جريمة، وقضية ما بعرف شو بيعملوها مدري شو، وبيتباكوا أما قتل. طبعا هذه العمليات في الولايات المتحدة خلال 50 سنة الماضية يمكن تعدادها بعشرات الملايين. فلك أن تتخيل حجم الأطفال الذين قتلوا والذين تمت إبادتهم بهذه الطريقة الوحشية.